ازيكم؟ بيقولوا علينا احنا البنات اننا ما بنعرفش نسوق. كذب وافتراء طبعا. وطالع علينا اشاعة اننا ما بنعرفش نركن لا سمح الله. لا ده انتوا كده زودتوها وظلمتونا كمان. طب تعالوا احكي لكم غرائب وطرائف وعجائب ونوادر جبتها لكم من كتاب سواقة البنات ابو اللي علمكم السواقة للكاتبة عبير عبد الوهاب. وجبت لكم كمان من جوه الكتاب البسمة والدهشة واللقطة النادرة اللي هتخليك تقول من جوه قلبك ابو اللي علمكم السواقة. مستعدين للمغامرة؟ يلا بينا. إلى كل سائق مركبة أو ميكروباص أو توك توك ما شتمنيش لما كسرت عليه من غير إشارة، ولما وقفت كمان في نص الشارع فجأة من غير انتظار. وإلى كل سائق مركبة ما ولعش فيا لما ركنت صف تاني أمام مركبته وشديت الهاند فري ونزلت أعمل شوبينج. إلى كل سائق مركبة فضل واقف ربع ساعة منتظرا نجاح محاولاتي في إني أركن علشان يعدي. إلى كل هؤلاء وغيرهم كتير أهدي هذه الصدور. قبل ما ابتدي المغامرة عايزة أقول لكم كلمتين واقفين في زور. إن الحركات السابق ذكرها إذا حصلت لأي شخص فيحق له أن يقول بكل قوة وشجاعة وبقلب جامد أبو اللي علمكم السواقة ستات على رجال، لأن الحركات دي بتحصل من كل الناس سواء ستات أو رجال. عبير بتقول إن أكتر جملة بتضايقها في حياتها لما بتسمعها تلاقي واحدة ست هي اللي سايقاها. بتقول كمان بيبقى هين عليا ساعتها أنزل من العربية وأجيب سواق الميكروباص من قفاه وواجهه بخطأه وأقول له ركز معايا يا ريس ويا ريت نبطل إرهاصات ونتوقف عن إصدار مثل تلك الأحكام العنصرية المسبقة التي تحمل في طياتها وجهات نظر معلبة لا ترتبط بالضرورة بقناعاتك الفكرية الحرة بقدر ما ترتبط بخلفيات مجتمعية ثابتة لا تتغير. قشطة. فجأة ظهر على وش سواق الميكروباص أعراض الحصبة وشعر رجله وقف وقال لها مالكيش دعوة برهاصاتي يا أبلة وما تدخليش قشطة خطيبتي في رهاصاتي، ليكي شوق في حاجة؟ بعد ما سرحت الكاتبة بخيالها الواسع وهي بتقول الكلمتين دول فاقت على صوت كلاكسات العربيات اللي وراها وعلى أصوات بتزعق وبتقول ما تخلصي يا نسا عايزين نعدي ورانا مشاغل، ما الطريق فاضي قدامك أهو، ما تمشي يا ستي بقى أبو اللي علمكم السواقة وغيرها من الهتافات أو الشتائم المتنوعة. ومن هذا المنطلق ومن منظور حقوقي إنساني نسوي خالص ورغبة مني في الدفاع عن حقوق المرأة السائقة، فقررت أن أقوم بتدوين يومياتي مع السواقة في شوارع القاهرة وحواريها وعلى كباريها وداخل أنفاقها محاولة مني لتغيير تلك الصورة المغلوطة وأثبت لكم بالدليل القاطع والبراهين المؤكدة إن البنت أحرف في سواقتها من 100 راجل، وإن كل ما يتردد بهذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة الهدف منها تشويه سمعة سواقة الستات، ويجب أن يتم محاكمة مروجيها بتهمة ازدراء سواقة الستات. وعايزة أبشركم بأن المرأة سوف تقتحم عالم قيادات المركبات بشكل كبير جدا خلال 20 أو 30 سنة الجايين إن ما كانش قبل كده، من أول التوك توك والميكروباص وأتوبيسات الهيئة وعربيات الجمعية والمكنة الصيني والمقطورة والدبابات وصولا إلى مترو الأنفاق وترماي محطة الرمل. فاستعدوا بقى لأحلى وأجمل وأرقى وأرق سواقة عمركم ما شفتوها في حياتكم. متضايق قوي يا أخويا من سواقة الستات، وكل ما تشوف طريق واقف تقول تلاقي واحدة ست هي اللي معطلة الطريق؟ هتعمل إيه بقى ساعتها يا حلو لما تلاقي منار وهي سايقة التوك توك اللي شغال عليه وهي قاعدة بتبص في المرايات الكتيرة اللي قدامها عشان تظبط البندانة بتاعت الطرحة؟ وإلا مش هتوصل الزبون، وكمان هتحس بنقص في شخصيتها وعدم ثقة بالنفس. ولا سوزي وهي سايقة الميكروباص وتيجي تنزل الزبون هوب توقف شارع الهرم كله عشان تمسك اليمين، ويمكن تقابل في طريقك وهي سايقة الدبابة عشان توديها الوحدة العسكرية التابعة لها، فنجدها وقد استعانت بقدر لا بأس به من الدبابيب وقامت برصها بجوار بعضها البعض داخل الدبابة، واشترت سبونج بوب علقته في مراية الدبابة بعد أن قامت برشها بمعطر جو برائحة اللافندر ومشغلة فلاشة عليها أغاني وائل جسار. وابقى وريني بقى ساعتها هتعمل معاهم ايه يا معلم. صدقوني الحياة وقتها هتبقى أكثر هدوءا وجمالا من الشكرانية بسواقتنا. احنا أصلا مش محتاجين لا شكر ولا مجاملة، لكن الفكرة ان الناس ساعتها هتبطل تسوق والرجالة مش هيستحملوا الوضع ده أسبوع كبرهم 10 أيام بالعدد، وبكده نكون حلينا أزمة الزحمة في شوارع مصر المحروسة والسواقة بقت للسيدات فقط. عبير ليها مواقف وطرائف عجيبة وغريبة في حوادث السيارات عموما. تعالوا نشوف أحد الحوادث اللي عملتها وهي بتتعلم السواقة. هم الحقيقة كتير بس أنا هقول لكم واحدة منها. في إحدى المرات اخترنا أنا والسيد الوالد مكانا رمليا ما فيهوش ناس خوفا على أرواح الناس من سواقة. فجأة سمعت الحاج وهو بيقول حسبي الحجر. ربك والحق الحجر كان كبير، ورغم ذلك لم ألمحه إلا وهو ينهي جملته وبيقول حسبي حسبي.
ولم يخطر في بالي أن أتفاداه يميناً أو يساراً، فكان قراري بأن أضرب فرامل متينة تحميني من هذا الحجر اللعين اللي مش عارفة طلع لي منين في وسط الصحراء دي. المهم مش عايزة أطول عليكم، حاولنا أنا والوالد نزق العربية عشان تقع من فوق الحجر بدل ما هي متعلقة في الهوا كده، لكننا لم نفلح للأسف، فالحجر متوسط السيارة حرفياً. خطر في بالي وقتها إن الحجر هيفضل لازق في العربية إلى الأبد، وإن العربية دي هتعيش الأيام اللي باقية من عمرها بالحجر، ولو جينا نبيعها في يوم من الأيام هنبيعها بالحجر. الحمد لله الموقف انتهى سريعاً خلال 3 4 5 6 7 ساعات على الأكثر، وتم خلالها فصل الحجر عن العربية بأمان تام ودون أي خسائر. في الحجر، لو فكرت تسألني عن آخر حادثة عملتها بالعربية حتماً سيكون ردي قبل السؤال ولا بعد، لأني غالباً هكون بعمل حادثة وانت بتسأل السؤال أصلاً. هل تعلم عزيزي السائق الرجل إن سواقة الستات اللي بتتريق عليها عمال على بطال أحد أهم الصناعات التي تنافس بها مصر دول العالم؟ هل تعلم في كم بيت مفتوح بسبب هذه السواقة؟ السمكرية والميكانيكية والكهربائية والبوهيجية والعفشجية وبتوع الكاوتش و كل هؤلاء لو الستات بطلت تسوق هيقعدوا في بيوتهم، وستفقد مصر واحداً من أهم مصادرها للدخل القومي. نيجي بقى لأهم عضو حيوي من أعضاء العربية، واللي هي المرايات، واللي كل الستات بتعتبرها من مستلزماتها الشخصية. بس عايزة أسألكم سؤال أيها المواطنين وتجاوبوا عليه بصراحة، انتوا بتستخدموا المرايات اللي في العربية ولا بتعتبروها ديكور زي النيش اللي موجود في كل بيت مصري؟ يتخيل العامة من الشعب ان المرء يفترض به ان يستخدم كل هذا الكم من المرايات الموجودة في السيارة وهو سايق. ريلي؟ طبعا هذه المعلومة تدخل في إطار أي كلام، فمرايات السيارة ما هي إلا إكسسوارات مكملة ليس أكثر. ده أنا أكاد أشك إن عمرو ماكجايفر شخصياً لو ركز في المرايات دي كلها وهو سايق هيعمل حادثة. بالنسبة للبنات الوضع مختلف طبعاً، فالمرايات جزء لا يتجزأ من مكونات العربية ولا يمكن الاستغناء عن أي مراية فيها، وبالأخص مراية الشماس، حيث لا يمكننا إنكار الدور المهم والحيوي الذي تقوم به هذه المراية العظيمة في حياة المرأة السائقة. فهي المراية الأفضل على الإطلاق لوضع اللمسات الدقيقة التي تتطلب تركيزاً، مثل عمل مكياج كامل للعين سواء صباحي أو سموكي آيز. بصي فضيلي دماغك شوية عشان عايزة أحكي لك حدوتة قبل النوم. كان يا مكان كنت سايقة العربية وبعمل سموكي آيز، وإذ بي أسمع صوت اصطدام وخبطات ورزعات، رحت سايبة المكياج اللي في إيدي ورجعته في العلبة زي ما كان، وقلت أنزل أشوف فيه إيه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، 3 عربيات لابسين في بعض ورايا، منهم واحدة أمرها سهل والاتنين التانيين ربنا معاهم بقى. طبعا وقفت مع الناس اتفرج وضربت الكف على كف زيهم، ورجعت لعربيتي عشان ادور وامشي، الاقي لك احد اصحاب العربيات جاي ورايا اللي يحملني انا مسؤولية الحادث. حاولت اقنعه انه اكيد بيشبه عليا واني ماليش دعوة، لان في الوقت اللي عملوا فيه الحادث الأليم انا كنت بعمل سموكي آيز في مراية الشماس، لكن الراجل مصمم ان انا السبب. قال ايه؟ وانا بحط الكحل سبت الدركسيون، فالعربية جت يمين وشمال، فوقفوا هم فجأة عشان يتفادوني ولبسوا في بعض. وبعد حوار طويل بطول كوبري 6 أكتوبر وعريض بعرض الدائري قال لي ابو اللي علمكوا السواقه. الإشارات في مصر كله بالحب. لو الناس فاهمة يعني ايه إشارة ما كنتش استخسرتها فيكم والله، وإنما أنا عارفة اللي هيحصل. أول ما نور الإشارة ناحية اليمين هلاقي كل العربيات اللي ورايا طلعت تجري بسرعة علشان تلحق تعدي قبل ما نفذ الإشارة واكسر اليمين، وعلشان في نفس الوقت يلحقوا الباقي من عمرهم. حبكت يعني حل اليمين في عينيك دلوقتي. في بعض الحالات النادرة بتحصل وانتي بتخطفي يمينك تلاقي في وشك عربية طالعة من نفس الشارع اللي انتي دخلتي فيه فجأة، هتلبس فيكي وش بوش. اوعي تتهزي، كملي طريقك عادي، لانك لو وقفتي الجيش اللي وراكي مش هيرحمك، خصوصا اصحاب ال3 أو 4 عربيات اللي دخلوا في بعض بعد ما انتي خطفتيها من غير اشارة. بعد ما تعدي من المعركة منتصرة اقفي على اي جنب او في وسط الشارع ما يهمكيش علشان تشوفي العربية حصل فيها ايه، وغالبا هتلاقي وش العربية وقد راح. كله رايح كله رايح كله رايح. سيبك من عم ضياء واوعي تفقدي ايمانك بالقضية، لان لسه في قطع غيار كتيرة في العربية سليمة تستحق ان نكمل المشوار من اجلها. طبعا متوقعين اتقال لي ايه بعد غزوة التتار دي؟ ابو اللي علمكوا السواقه. تعالوا بقى اعلمكم علم جديد عمركم ما سمعتوا عنه، الا وهو علم الركنات.
الركنة علم له أصول ومناهج ومدارس ومؤسسون ورواد أوائل، فالراكنون في ركناتهم مذاهب. هناك من يفضل الركنة الخطفة، وده تلاقيه راشق بين العربيتين في أقل من 15 ثانية، وهناك من يفضل الركنة المتوازية فيتحرك للأمام قليلاً ليوازي السيارة اللي هيركن وراها، ويرجع بظهره والسايس بيقول له اكسر يمين كله يا باشا، أو اكسر شمال كله عسل، وهوب يلاقي نفسه راشق بين العربيتين. وهناك من يفضلون الركنة من خلال قرون الاستشعار، وهي طريقتي المفضلة. فقرون الاستشعار هذه تغنيني عن استخدام المرايات وأنا بركن ركنتي العظيمة، فبمجرد ما استشعر اقتدام العربية اللي وراني وهو بيخبط في العربية اللي ورايا مصدراً أصوات تشبه دقة الهون، أسارع فوراً وبسرعة البرق بكسر العجل كله وبكل ثقة وحرفنة، ثم أستشعر جانب السيارة الأيمن وهو بيخربش في الرصيف، أسارع بكسر العجل في الاتجاه الآخر حتى أستشعر بوز العربية وهو لازق في العربية اللي قدامي، بعد أن أصدر صوت تكة خفيفة تكاد لا تذكر نتيجة الاحتكاك. ساعتها فقط أعرف إن المهمة تمت بنجاح وعلى أكمل وجه. ومن هنا أطلقت عليها نظرية الاستشعار لإيماني الشديد بأن الشعور نعمة. وفي ركنة الاستشعار يقول المبدأ إن كلمة بس دايماً بتيجي متأخر للأسف، فأنت لا تسمع أبداً جملة بس هتخبط، بل تسمعها بس هتخبط في اللي وراك، هات يمين بقى، أو بس هتخبط في اللي قدامك، وهكذا لغاية ما العربية نفسها تنطق وتقولك ابو اللي علمكوا السواقه. نيجي بقى للي بيسموها الركنة الحريمي، لما تستغرق من وقت طويل نسبياً لإتمامها، لكنه وقت ليس ضائعاً، بل يتم تقسيمه على خطوات لا يمكن الاستغناء عن أي خطوة منهم. الخطوة الأولى ترجع بظهرها علشان تقف بين العربيتين. الخطوة التانية تطلع قدام تاني لأنها اكتشفت إن وراها مفيش مكان وقدامها فيه وسع. الخطوة التالتة ترجع بظهرها تاني لأنها اكتشفت إن المرة دي وراها هو اللي فيه وسع وقدامها مفيش مكان. الخطوة الرابعة تطلع قدام تاني لأنها اكتشفت إن المرة دي وراها هو اللي فيه وسع وقدامها مفيش مكان. الخطوة الخامسة والأخيرة ترجع بظهرها مرة أخرى لإعادة ضبط اتجاهات العربية، وذلك مع تكرار هذه الخطوات لمدة لا تزيد عن الساعة وربع عشان ما نعطلش الطريق. وفي النهاية العربية قطعت النفس وقالت لي ابو اللي علمكوا السواقه. وكان عمه واقف في البلكونة وبيتفرج عليا وأنا بركن وقال لي ابو اللي علمكوا السواقه. والجيران والأهل والأحباب والخالة والعمة والأولاد والحلوة الأمورة رشا قالوا لي أبو اللي علمكوا السواقة. الكاتبة عبير عايزة تقول لكم ملحوظة مهمة جدا نسيت تكتبها في المقدمة، وهي إن هذا الخيال من وحي كتاب المؤلف، أو العكس تقريبا، مش فاكرة بيقولوها إزاي. هي الجملة غالبا كده بس مش متذكرة ترتيب الكلمات، لذلك فإن أي تشابه ستجده بين سطور هذا الكتاب وبين تفاصيل حياتي اليومية هو ضرب من ضروب الهري. وانت كمان مش عشان انت راجل يبقى سواقتك سليمة 100%، لا، احنا بنشوف منكم العجب انتوا كمان. اكيد كلنا عندنا مواقف وطرائف وحركات بهلوانية عملناها واحنا سايقين، وخصوصا في اول حصة واحنا بنتعلم السواقة. انا عن نفسي بابا كان بيقول لي في اول حصة حسب الرصيف، هدي شوية، فرمل يا ريهان، حسب الرصيف، زي عبير بالظبط. بس انا كنت مصممة نطير بالعربية ونطلع فوق الرصيف، ومن اغرب المواقف اللي حصلت معايا اني نمت وانا سايقة وطلعت فوق الرصيف برضه، لكن الحمد لله ربنا ستر وما كانش فيه ناس على الرصيف، بس الرصيف نطق وقال لي ابو اللي علمكوا السواقه. يا ريت تحكوا لنا في التعليقات على المصايب والبلاوي اللي انتوا عملتوها وانتم سايقين. وفي نهاية الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للقناة، وسلام عليكم.